احسن وصفه ديال البريوش كيجيو قطنيين كيجيو غزالين ما تبيعش منهم بالبطاطا. تبعوا معي الطريقه. هنا خديت واحد طبوق هاد البطاطا سلقتها ومن بعد هي سخونه زدت لها شويه الماء وشويه الحليب وغادي نميكسيها مزيان حتى تطحن نهائيا تولي دايره بحال شي سوب. هنا ناخذ واحد بيضه ونص النص بيضه الاخر غنخليه هو باش غندهن. جوج ساشيات ديال الفاني واحد معلقه صغيره ديال الملحه كاس سنيده. هنا غناخذ الحليب غندفيه وندير له واحد 2 معالق ديال الخميره ونخليه واحد شويه. من بعد غنزيد كاس ديال زيت نباتيه وغنخلط هذا الخليط كامل بالفوي مزيان. نخدمو مزيان بالفوي وغادي نضيف داك البطاطا اللي تطحنت كيف كتشوفوا ما خصش نهائيا نبقاو فيها داك طريفات البطاطا. غنولي نخلط هذا الخليط عاوتاني هذا ومن بعد غادي نضيف داك الحليب مع الخميره اللي خليتهم قبيله غادي نضيفهم ونخلط مزيان وغادي نضيف هنايا الدقيق. غتضيفوا الدقيق الابيض ضروري تغربلوه مزيان وغادي نخدم شويه بالفوي ومن بعد غنكمل بيديا حيت خصني نجمع العجينه تكون بيدي. العجينه ما خصهاش تكون ثقيله خصها تبقى ضروري شويش كتلصق في اليدين. هنا غنبقى نعجنها غير واحد شويه ومن بعد غنضيف الزيت باش ما تبقاش تلصق لي في على هذا فين كنخدم وصافي ما كتدلكيهاش نهائيا. يلا كتجمعيها كدهني شي بول بالزيت وكديريها وتغطيها كتخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها ومن بعد كتحيدي من هذاك الهواء. ودابا صافي كي كتشوفوا العجينه راها تبارك الله خفيفه. انا راني زربت عليها هنا حيتاش كان الليل وخاصني دغيا نطيبها يعني ما عطيتهاش وقتها في الخمير ومع ذلك جات زوينه. بالنسبه لهاد العجينه غنقسم غندير لاطه غنديرها عاديه ولاطه غندير فيها الشكلاط من الداخل. غنحطهم كاملين هكا كريسات ومن بعد غتضغطي عليهم شويه بيديك وتخليهم يختمروا. هنا فاش خمرت غناخذ داك البيضه غتزيدي لها واحد المعلقه الخل ضروري تزيدي لها معلقه الخل باش تحيد لك الزفوريه ديال البيض. غادي ندهنهم وهنايا كنكون سخنت الفران مباشره ندخلهم يطيبوا ما كياخذوش نهائيا الوقت بزاف باش يطيبوا. صافي هذه اللاطه الاولى اللي خرجت هادو البريوش اللي ما فيهمش الشكلاط كيجيو كيف كتشوفوا كيجيو تبارك الله بحال شي قطينه. غادي نقطعهم معكم باش تشوفوا حتى من الداخل كيف كيجيو. وهادو كيف قلت لكم راه ما خداوش حقهم في الخمير كيف ما خصهم. يعني انا هاد الكريسات درتهم غير صغيورين ما بغيتش نكبرهم. كيجيو زخارين كيجيو احسن من الداخل كيجيو بحال شي قطن كيجيو رائعين. وغادي نقطع معكم هنا وحده اللي بالشكلاط حتى هي راه كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه ديال البريوش ديال البطاطا راه كيجيو رائعين بزاف ونتلاقى معكم في لا فيديو جديد. تهلاو في راسكم.